كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أنه أخبر اللاعبين بأن تسجيل هدف في إياب نهائي دوري الأبطال هو مفتاح التتويج باللقب، حيث عاد الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا من الدار البيضاء بعدما تعادل 1-1 عقب الانتصار في القاهرة بنتيجة 2-1. وقال كولر في المؤتمر الصحفي: سعداء بالفوز والبطولة، وكنا نعلم مدى صعوبة المباراة بعد الفوز بنتيجة 2-1، وأخبت اللاعبين أنه يجب أن نسجل هدفا في الإياب ليكون مفتاح الفوز باللقب. وأضاف: سيرنا المباراة كما أردنا وسجلنا هدفا كما تدربنا طيلة الأسبوع الماضي. ووصل: لم نبدأ المباراة بالطريقة التي رغبت فيها، واستقبلنا هدفا لكننا سجلنا كما أخبت اللاعبين. وتابع: اللاعبون قدموا مباراة كبيرة لكننا احتجنا لطاقة جديدة وهو ما حدث عن طريق التغييرات. وأوضح: البدلاء غيروا شكل الفريق وأهدرنا العديد من الفرص، وللأسف كان من الممكن أن نسجل أهدافا أكثر. وأتم عن عصبية الشحات أثناء استبداله قائلا: خلال المباراة تخرج بعض المشاعر، وفي اليوم التالي ينسى اللاعب كل شيء، هو انفعال لحظي في الملعب. ومن الجدير بالذكر أن الأهلي حقق ألقاب إفريقيا في القاهرة، وكوماسي الغانية، وسوسة التونسية، وجرو الكاميرونية، وتونس العاصمة، والدار البيضاء المغربية. وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه، ومعززا رصيده بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه. وأنهى الأهلي عقدة الوداد بعدما انتصر الفريق المغربي على الأهلي في النهائي من قبل مرتين، حيث حسم الأهلي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في ديسمبر المقبل. وحقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في الدار البيضاء بعد نسخة 2021 ضد كايزر تشيف الجنوب إفريقي. وبهذا يكون قد حققت السويسري مارسيل كولر لقب دوري أبطال إفريقيا من أول محاولة له مع الأهلي، مكررا إنجاز مانويل جوزيه بيتسو موسيماني.